صار تتحرك. مين انت؟ ما بيخصك. هات المسدس، هات لشوف. امشي يلا. لك انت لوين اخذني؟ مشوار على المقبرة. شو سويت لك؟ بشو غلط معك؟ عامل حالك ما بتعرف، مو هيك؟ بوس ايدك لا تقتلني. قل لي انا شو سويت لك؟ لك انت واحد ظالم، صار لازم تموت. حقير. يا قليل الشرف، يا ندل. حقير. رشاد أخي بكي. لك كان رح يقتلني، رح يقتلني. لا تخاف، أنا جنبك، لا تخاف. أيمن؟ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين. آمين. طول بالك، تعال معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. آمين. يلا شيخنا، شرف. يلا شرف. بسرعة ارجعي على البيت. شو لوين رايحين؟ الله يكون بعونك، الله يصبرك. مشان الله حاجة تبكي. صحيح شو بها خالة سناء؟ طولي ما بالك، بعرف. طولي بالك. ما عم تعجبني تصرفاتها. الحي أبقى من الميت. خلص مشان الله، خلص طولي بالك. يا حرام لساته صغير. ايه الله يرحمه. دكتور هذا أنت؟ هذا أنا. إلا إن شاء الله صرت منيح. بفضلك يا بطل. تذكرتني مو هيك دكتور؟ ايه أكيد. ضحيت بحياتك مشان تنقذني. ما رح أنسى هذا الشيء اللي عملته. يلا طارق، أنا سابقك على البيت. استنى شوي، بدي أعرفك على الدكتور قبل ما تروح. حضرة الدكتور، أنا حابب أعرفك على حفيدي الوحيد أيمن. هلأ عم يدرس بأنقرة وإن شاء الله بده يرجع لنا أستاذ. أيمن هذا بيكون الدكتور طارق،
وهذا والده السيد مصطفى. تشرفنا بمعرفتك. لا تواخذني بس ايدي عم توجعني شوي. ليش عم توجعك؟ شو صاير معك؟ احكي لنا شو في؟ امبارح وقعت عن الدرج. إذا بدك منروح على المستوصف. لا شكرا، ما في داعي لهالشي. جدو أنا تعبان ولازم ارتاح شوي. طيب. معناها رح أسبقك على البيت. إيه الله معك. تشرفت بمعرفتكم. ونحن كمان. ايه، مر لعنا المساء نتعشى سوا. بصير، إذا لقيت حالي فاضي رح مر لعندك. الشباب اللي عم يدرسوا مثل أيمن رح يفيدوا الضيعة وأهلها كتير. ايه طبعا. إيه والله عم تحكي درر. إن شاء الله بيخلص من جامعته وبيجي لهون بيدرس. إن شاء الله. الظاهر أمي رح تتأخر. عدي هون لنحكي. ليش دايما متضايقة؟ شو بكي نرمين؟ متضايقة لأني امبارح ما شفت أيمن. ليش؟ وعدني التقى بس ما إجا. أنا متأكدة إنه صاير معه شي. ولا يهمك، خلص أنا بحاكي. أنت رفيقتي الوحيدة وبحبك. خاين ابن خاين، لولا أخي كان قتلني. بجوز يكون واحد من المسلحين. وليش لحتى ينزل من الجبل ويهجم على بيتي يا مختار؟ شو بعرفني؟ يعني المهم هلا انه الدكتور لساته عايش وما خلصنا منه. الله وكيلك انضريت كتير من وقت هالواطي اجا لهون. ماني مصدق امتى رح ينقلع. اي والله معك حق، ضرنا كتير. ليش مستعجل مصطفى بيك؟ الدكتور لساته تعبان ومو قدران يسافر. إيه لا تخاف، صار مثل الحصان، بعدين منا راجعين مشي. والله أنت عم تستعجل. خليكن عنا هالأسبوع. أنا بدي هالشي، بس أول شي بدي أطمن على طارق أكتر، وتاني شي أمه اشتقت له. شو ليش ساكت دكتور؟ بدكم تسافروا هلا؟ أي مزبوط. وأنا كمان اشتقت لأمي، صار لازم نمشي. مدام هي رغبتكم نحن ما فينا نعمل شيء. بس قبل ما تروح أهل الضيعة بدهم يودعوك. استنانا بمضافة حميد، رايح جيبهم وإجي. مصطفى بيك عندي شوية شغل ولازم أروح. لاقيكم بالمضافة، يلا عن إذنك. طيب. وأنا رايح جيب شنطايتي. بس لا تتأخر علي، فهمت؟ ماشي. يا بيك وقف، بدي أحكي معك. تذكرتني هلأ؟ وشك مو غريب علي، بس يعني والله ما تذكرتك. اطلع فيني منيح. أنا المرة اللي حطيت ابني أمانة عندك. ايه مزبوط. هلا تذكرتك. من شان الله لا تواخذيني، بالأول ما عرفتك. القصة صار لها زمان. ايه صحيح، منيح تذكرت. رح يصيروا 30 سنة. والله طول هالفترة وأنا عم فكر بابني الوحيد حسان. احكي لي عنه مشان الله، وينه هلأ؟ كيف صار؟ أنا سلمته لميتم وما بعرف عنه شي هلأ. لا يا جناب البيك، أنت عم تكذب علي. طالما حضرتك ما بتعرف عنه شي، لكان كيف تبعت لي هاي الصورة؟ صاير شي خالي سناء؟ لا ما في شي، بس حبيت إني ودع البيك قبل ما يسافر. طيب أنا بالإذن هلأ. عرفتي ليش كان عم يتهرب منك؟
تشرفنا بمعرفتك. لا تواخذني بس ايدي عم توجعني شوي. إذا بدك منروح على المستوصف. لا شكرا، ما في داعي لهالشي. أنا عرفتك. لوين رايح؟ عود، بدي أشوف جرحك. لا ما بدي. عم تنزف كتير بلا ما يلتهب الجرح. قل لي مين اللي مقوص عليك؟ أنا حسيت إنه جدك بيحبك كتير ومو مصدق إمتى يجي اليوم يلي تصير فيه أستاذ. لساتني عم بستنى منك الجواب طالما ما بتعرف شي عن ابني. كيف تبعت لي هالصورة؟ أنا بصراحة كنت دائما زوره بالميتم، كنت أعتبر حالي مسؤول عنه، وبعد ما أخذنا له هالصورة نقلوني على غير مدينة، ومن وقتها ما عاد شفته. اللي وينه حسان؟ أنت بتعرف شو صار بس مالك رضيان تحكي لي شي. ليش ما بدي أحكي لك؟ اسمع شو بدي أقلك، طول هالسنين وأنا عم فكر بابني وكلامك هاد كله ما فات بعقلي. هلأ بدك تقلي كل شي أنت بتعرفه عنه، لك خليني أشوفه قبل ما أموت. أنا بوعدك إنه إذا ما بتقلي وينه ابني ما رح تطلع من هالضيعة عايش. احكي شو مخبي علي. حسان للأسف ما عاد له وجود. ما فهمت يعني شو قصدك؟ بعد 3 أشهر من وقت ما بعتنا لك الصورة صار معه حادث سيارة ومات على أثره. لا أنا ما بصدق، أنت عم تكذب علي، هي مو هي الحقيقة. مع الأسف حسان توفى. ليكي ست سناء، بصراحة أول ما شفتك تذكرتك بس عملت حالي ما عرفتك. كنت متأكد إنك رح تسأليني عنه وأنا ما كنت حابب إني ضايقك بهالخبرية. حسان يا قلبي، حسان ابني. اصحك تحكي لأي شخص عن الشيء اللي بتعرفه عني. هي إذا حابب تضل عايش. يا رب يا رب يدخينك. خير شو في؟ حفيدتي كثير تعبانة، بدي اوديها لعند الدكتور اللي هون. والله الدكتور مانو هون، هلا راح. على مهلك على مهلك، دير بالك على البنت. الله وكيلك جيت فيها من الضيعة التحتانية. اوه من هوليك جبتها؟ لحمة كثير بعيدة هاي. شو بدنا نساوي؟ يعني ضيعتنا ما في دكتور، مشان هيك اضطريت اجي لعندكم. هذا الدكتور اللي هون شاطر، اللي بيطول كثير ركبني. والله ما عرفان شو بدي اقول لك، بس على اكثر ما راح يرجع اليوم. اذا بدك روح على المستوصف، هنيك في ممرضة. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا ابني. تحملي جدو تحملي، رح نضل قاعدين هون لحتى يرجع الدكتور. خير شو بلا صغيرة؟ ما بعرف، صخدانة. بعدين انت شو بدك فينا؟ مين بتكون حضرتك؟ أنا الدكتور.
جدي ها؟ خير صاير شي؟ أنا صار لازم أمشي. هيك بهالسرعة؟ لسه امبارح اجيت. فهمني ليش بدك تروح؟ ما بصير أغيب عن الجامعة أكثر من هيك. استنى شوي بتروح مع الدكتور، يعني أحسن ما تروح لحالك. معلش، كل ما طلعت بكير كل ما كان أحسن. بخاطرك جدي، ادعي لي. إيه. طيب على راحتك. دير بالك على جدك، ماشي؟ صحيح أخي، لا تنسى بالجاية الثانية تجيب لي معك بسكليتة. تكرم عينك. لا تطول علينا، ماشي يا ابني؟ الله يرضى عليك ويوفقك. دير بالك على حالك يا ابني. وانت كمان دير بالك على حالك جدي. الله معك، الله معك. جدي خلص لا تبكي، إذا هيك بده يصير بحياتي كلها ما بروح على الجامعة. وانت كمان لازم تروح على الجامعة. أنا بدي إياك تكون مثل أخوك الكبير، دروس وتعاب على حالك. لازم تصير إنسان مهم. أيمن، عم دور عليك، بدي أحكي معك. منيح كتير إنك لحقتيني. ليش شو في؟ أنا رايح. شو عم تقول؟ لازم أرجع على الجامعة. ما لحقنا نشوفك، بدك تمشي؟ ديالا، أنت مالك صغيرة، بتعرفي إنه عندي جامعة ولازم داوم. عم تفهمي علي؟ ايه أخي، أنا عم بفهم عليك، بس نرمين كانت حابة تشوفك. وينه أيمن؟ مشي من الضيعة. راح؟ طيب لوين؟ قال لي إنه مضطر يرجع على الجامعة. الظاهر إنه هو ما عاد بده ياني. لا نرمين، شو عم تحكي؟ أيمن عايش بالمدينة، بجوز في وحدة تانية بحبها هنيك. وحياتك هو ما عم يفكر غير فيكي. من لما كنتوا صغار بتحبوا بعض. ليكي أنا متأكدة إنه أول ما يتخرج من الجامعة رح يطلبك من أهلك ويتجوزك. طيب وبلكي ما صار هذا الشيء؟ لا أنا متأكدة، بكرة الأيام بتثبت لك. إن شاء الله عقبال عندك. أنا ما في شخص بيحبني مثل ما بيحبك أيمن. الله يكتر خيره، لولاه كان علي هلا ميت. وصل الحكيم يا جماعة. لك وصل. شو يا ابن ليش تأخرت؟ صرنا نص ساعة عم نستناك. شفت بنت صغيرة مرضانة قمت فحصتها. خير؟ ليش مجتمعين هون؟ شو نسيت يا ابني؟ أهل الضيعة بدهم يودعوك قبل ما تروح. يلا ودعهم مشان نتيسر على بيتنا. ما في داعي إني ودع حدا، أنا ماني مسافر، بقيان هون. شو؟ الحمد لله ما في شو يعني سمعت شو قال؟ الحمد لله الدكتور رح يضل. الحمد لله. ما ترد علي بابا، الناس اللي هون بحاجة لدكتور، مشان هيك أنا قررت أبقى. نحن بنحب الله عليك. الله عليك. اي والله رح. لا تسلم لي، شو فهمان. الله يرضى عليك يا ابني، والله نحطك على راسنا من فوق. اتخذت القرار المضبوط. والله. اصلا اهل الضيعه تعودوا على وجودك معنا. الله يخلي لنا اياك يا دكتور. الله يخليك. كلامك درر والله. الله معك. والله فرحتنا بالفرنجية. شكرا. اسلم عداد. شو هالزلمه ما في لك ما بدركنا. إيه انا من اول ما شفته حسيت انه ابن حلال. شكرا كثير، شكرا. هذا كله من ذوقك. شكرا. ما فاتت بعقلي ليش بده يضل هون؟ اكيد في سبب ورا هالشي. وبرأيك شو السبب؟ شو انبسطتوا يا أولاد؟ ما بعرف، بس بالاخير ببين. وأنت كمان. شو في؟ الدكتور قرر انه يبقى بالضيعة. شو؟ شكرا كثير لأنكم خجلتوني يا جماعة. الله استجاب لدعواتنا يا شيخ. شايف اللي صار آخر؟ هاي كلامي طلع مزبوط. ها؟ إن شاء الله. شكرا. الله خيرك يا دكتور.
نيرمين نيرمين، دريتي شو صار؟ الدكتور ما راح يسافر، قال بده يضل هون. كيف يعني؟ عم تحكي عن جد؟ ايه والله. يلا منيح هي صار عنا دكتور بالضيعة، بس والله ما بعرف. أنا حاسة إنه هو بده يضل هون مشان الآنسة. حنان، أو بجوز حاطط عينه على ديالا، مو فيها وجهة نظر؟ شايفة كيف الإبرة ما بتخوف؟ ما توجعتي مو هيك؟ لا ما توجعت. رح تنزل حرارتها، ما هيك يا بنتي؟ ايه بإذن الله رح تصير أحسن. والله هالدكتور طارق ما في منه، رح يضل هون دائما. الشغل باسطنبول أحسن بكتير يا ابني. بعرف هالشي، بس هالطلب لحتى يعينوني هون. لك شو عم تساوي انت؟ جنيت؟ جراح مثل حكايتك شو عم يساوي هون؟ هذا الشيء اللي كنت عم تحلم فيه؟ انت بتعرف شو صار معي، وعدت نفسي انه ما عاد ساوي اي عملية. بس هديك الحادثة ما كانت بسببك. لا مو صحيح، حياتي المهنية انتهت بعد هديك الحادثة. أهل الضيعة ردوا لي ثقتي بنفسي، أنا مدين إلهم. أنا آسف بابا، بس قررت إني ضل هون. طارق، إذا بتريد لا تجبرني، حابب إني ضل هون هالفترة وبعدين برجع لكم. ما عم صدق إنه رح يضل هون. الحمد لله، الحمد والشكر إلك يا رب. حسان حبيبي، ليش هيك صار؟ خلص ما عاد شوفك، كمان الموت سرقك مني. لك حتى اني ما بعرف وين قبرك، وانا مفكرتك عايش طلعت ميت ومن زمان كمان. أنا السبب بكل شي صار يا ابني. يا ريتني خليتك تعيش معي، ما كان لازم أعطيك لهداك الضابط. لك يا ريتني ما عرفت إنك ميت. أمي أمي، شوفي حبيبتي، خير ليش كنتي عم تبكي؟ ما في شي، هيك شغلة. شو هالشغلة اللي عم تبكيكي؟ ما تحكي لي، ما أنا بنتك. كل ما بتذكر حسان ببكي. يا الله ما عم اقدر انساه. ايه نرمين، شو كنتي بدك تقولي لي؟ حذري شو صاير بالضيعة. الدكتور ما بده يسافر، قال رح يضل عنا. هيك لكان، والله برافو عليه. نحن هلا بحاجته. طالما الدكتور مو رايح معناتها ابوه رح يضل معه كمان. بجوز، ما بعرف. لوين رايحة؟ بدي روح شوف الدكتور، يعني بجوز يكون لازمهم شيء، هيك أحسن. لازم نأمن كل طلباته، ما هيك يا بنتي؟ شو صاير لها؟ والله ما عم افهم عليها. انك رح تضل هون دكتور؟ ايه خلص انا قررت. ايه بس ما سمعنا، شو رأيك بهالحكي مصطفى بيك؟ خلاص هو هيك بده. ليش انتو بالضيعة مو بحاجة لدكتور؟ ايه طبعا نحن بحاجتك. شو هالسؤال؟ طبعا نحن بحاجتك، بس انا اللي خايف منه انه يدوق خلقك مننا وتمشي. هلا انت ابعت الطلب اللي بايدك لوزارة الصحة، وانا من ناحيتي بوعدك اني ضل عندكم بالضيعة. ايه ماشي، بكره ببعت لك الطلب. يلا خليني وصلك بابا. ألف صحة. بالأول بدي أحكي مع أمك صحتين وهنا لنشوف شو رأيها. عيدوها. يعني من بعد إذنك بدي استعمل التليفون يا مختار.
شوفي خالي صاير شيء؟ سمعت انك رح تبقى بالضيعة، مزبوط؟ ايه. الف الحمد لله. صحيح ابوك هون ولا راح؟ لا، عند المختار بعد شوي رايح. طيب خير ما عملت يا ابني. شو بدك من بابا؟ خالي سناء شو بدك منه؟ خير شوفي خالي سناء. ابوه للدكتور موجود هون؟ ايه مزبوط جوا، عم يحكي تليفون. طيب ممكن شوفه؟ ايه خالي هو بالصالون عم يحكي مع مرته. ايه بستنى. وليه شو بدها سناء من مصطفى بيك؟ شو بيعرفني بابا؟ عم تخبي علي كمان وليه؟ بسيطة. طيب شو ساوي؟ ما قدرت اني اهرب منها، هي دغري عرفتني. شو عم تحكي؟ هلا لا تعيطي، يعني شو بدي اعمل؟ اضطريت اني احكي معها. يا الله ليش هيك عملت؟ بس ما تكون قلت لها انه طارق هو بيكون نفسه ابنها. حاجة ربعة، شو صار لك؟ لا تبكي. قلت لها انه حسان مات. ايه وشو عملت هي؟ يعني صدقتك؟ ايه صدقتني. خلص جيب طارق وتعال من شان الله بسرعة. أنا خايفة إنه تكشفنا ويصير بدها تاخد طارق. شبكي ليش ما عم تفهميني؟ طارق ماله راجع معي. سناء خانم؟ شو صاير؟ والله ما بعرف، انت اسأل حالك شو صاير. أنا سمعت حديثك كله. كنت عم تحكي مع مرتك عن موت ابني حسان. ليش عم تحكي لها عن هالقصة؟ في شي مخبي عني؟ وبعدين قلت لها اني صدقتك. قصدك علي ما هيك؟ انا فهمت عليك. قل لي يا بيك انت شو مخبي عني؟ حسان عن جد مات ولا انت عم تكذب علي؟ انت فهمتيني غلط، انا ما كان قصدي عليكي. قطعتكم؟ عفوا أنا سويت شاي صب لكم؟ يسلموا ايديكي. خلصتيني. صب لك شاي خالي سناء؟ لا حبيبتي ما بدي. خير خالي شو صاير بيناتكم؟ حسبنا الله، وانت شو بدك فيني؟ التهي بشغلك. إيه ما بيكون اسمي حنان إذا ما بعرف كل شي. بس مليني يومين. يا بيك بس كلمة. ما صدقت، هالمرة ما راح تتركني. شو عاملين بهالمدرسة؟ زينب، شفتي شو صاير بالمدرسة؟ زينب بنتي، لا تتأملي على الفاضي، هالمبنى مو نفعان. شو يعني مو نفعان؟ بابا لازم كل أهل الضيعة يتعلموا. كلنا سوا وبإيد واحدة منرجع المدرسة مثل ما كانت. ايه والله. أنا برأيي نستنى شوي بموضوع المدرسة. وليش لحتى نستنى؟ لأنه إذا الإرهابيين دريوا بهالشي بردوا بيرجعوا لهون، بيهدوا المدرسة فوق روسنا. شو رأيكم يا شباب؟ مختار معه حق بهالحكي. يعني كلكم خايفين منهم؟ هذا الشيء اللي عم تعملوه غلط. كل ما ورجيتوهم انكم خايفين كل ما تقووا عليكم أكثر. ليش ما بدهم المدرسة؟ لأنهم ببساطة هن بدهم يضل الجهل مخيم علينا. بدهم يانا نضل هيك فقرة. ليش؟ لأنه الإنسان الجاهل والفقير كمان عنده استعداد أكبر إنه يصير من جماعتهم. عرفتوا هلأ شو هدفهم؟ بدهم ياكم تصيروا إرهابيين مثلهم. انتوا هيك بدكم؟ كلامك صح يا زينب، بس في كتير ناس رح تتضرر إذا بعتت أولادها على المدرسة. شو يعني إنه الناس رح تنضر؟ هذا الشيء كله لمصلحتهم. لسه خايف من الإرهابيين؟
إذا بدنا نخلص منهم لازم نعلم ولادنا. هلأ ما في قدامنا غير العلم لنحاربهم. يعني لإمتى بدنا نضل عايشين هيك؟ خلونا نتحد ونوقف بوشهم. ليكي بنتي، بجوز انت معك حق، بس كلام المختار أصح. إذا فتحنا المدرسة هني رح يحرقوها، وهالمرة ما رح يتركوكي. أنا ما بدي يصير لك شيء يا شباب. أنا ما بدي بنتي تتأذى. خلاص اتركوا المدرسة على وضعها. يلا يلا تفضل، يلا تفضل بشيل الله. اسمعي يا بنت، كلام أبوكي مزبوط. لا تزعلي يا بيي، أنا خايف عليكي، فهمتي؟ والله كله من شانك. ديالا؟ كنت عم حضر قائمة الأدوية. أيمن أخوك ما هيك؟ تعرفتوا على بعض أخيرا؟ أي. قبل شوي راح، على المضطر إنه يرجع على الجامعة. أنا رايح أتمشى، إذا أجي أبي قلي له هالشي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل شيخ. أهلين. الله يرضى عليك يا دكتور، الله يرضى عليك يا رب. خير، بس ما يكون عم يجعك شيء. لا الحمد لله يا ابني، ما في شيء، صحتي مثل الحديد. بس قبل شوي كنت قاعد عند المختار وقال لي انه سلمته طلب النقل. دغري انتشر الخبر؟ ايه ضيعتنا كتير صغيرة، ولما بتكون حنان الخبر بينتشر أسرع. ليش واقف؟ عود يا ابني، في موضوع من زمان حابب احكيه معك. تفضل. في قصة لهلا عم فكر فيها وما بتروح من بالي. شلون عرفت انه في قنبلة بالمدرسة؟ واحد وقفني بالطريق، هو اللي قال لي على هالشغلة. هو واحد من أهل الضيعة دكتور؟ ما بظن، كان مسلح وما شفت وشه لأنه كان ملتم يا شيخنا. معناها أكيد هو واحد من الإرهابيين. أيمن، أيمن أنت منيح؟ إيه منيح منيح. من امبارح المسا مالك مبين، وين تركنا ورحت؟ نزلت شوف لك شو الأخبار. اشتبكت مع أهل الضيعة وأنا هنيك وانجرحت. شو أخذك على الضيعة؟ مشان هاد دريت إنه الدكتور تحسن، قلت لأنزل بركي بخلص عليه. هذا الكلب لساته بالضيعة؟ روحوا. ليش ساكت زيدان؟ أنا ما عم بثق بأيمن، ما بعرف، حاسس إنه عم بيكذب علينا مشان ما ننزل على الضيعة. بس لتعتم العين نزل لهنيك، تأكد إذا الدكتور راح ولا لسه. زينب! شو عم بصير؟ امشي معي، امشي.